السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب الصف السادس إن شاء الله هنشرح اليوم درس جمع الكسور والأعداد الكسرية ذات المقامات المختلفة اللي هو بند 4-2. طيب تعالى الأول احنا المفروض ندرس قبله درس 4-1 بس عشان الوقت ندرس ده بعدين نبقى نرجع له إن شاء الله عشان نجمع الكسور. لو أنا عندي 1/5 زائد 3/5 ده المقام هنا موحد ولا مش موحد؟ موحد صح؟ يعني نفس الشيء، فنروح كاتبين المقام نفس ما هو ونجمع 1 زائد 3 4. يعني المقام نفس الشيء ينزل، المقام نفس الشيء ينزل، بعدين 1 زائد 3 4، 1 زائد 3 4. بعد كده أشوف ده فيه أبسط صورة ولا لأ زي ما اتعلمنا في الوحدة اللي فاتت. طب يا أستاذ لو المقام مش موحد، زي أنا عندي مثلا 1/3 زائد 1/2. هنا المقام 3 وهنا المقام 2، نجمعهم ازاي؟ لازم نعمل توحيد مقامات. هنعمل توحيد مقامات ازاي؟ عن طريق المضاعف المشترك الأصغر، اللي هو ناخد 3 وناخد 2 نضاعفها تبقى 6، تبقى 4، تبقى 6. ده ضعفناه مرتين نروح نضربه في 2. ده ضعفناه 3 مرات عشان يوصل لنفس المقام نروح نضربه في كام؟ ب3. 2 ضرب 1 2، 2 ضرب 3 6، زائد 1 ضرب 3 3، 2 ضرب 3 6. بس أصبح المقام نفس الشيء، نكتبه نفس ما هو ونزيد 2 زائد 3 5. بس مفيش أي حاجة تانية. طب لو عدد كسري، يعني لو معاه عدد هيختلف في الحل يا أستاذ؟ ولا أي اختلاف. زي ده مثلا كده اللي هو دورك الآن. 1 بيقول لي 8/2/9 زائد 3/1/6. أول حاجة هنوحد المقامات هنا على جنب 6 و9. 9 تبقى 18، دي تبقى 12 18. فال9 هنضربها في كام؟ ب2 عشان ضعفناها مرتين. وال6 هنضربها في كام؟ في 3 عشان ضعفناها 3 مرات. 2 ضرب 2 4، 2 ضرب 9 18. والعدد الصحيح ينزل نفس ما هو، زائد 1 ضرب 3 3، 6 ضرب 3 18، وأدي 3. تعالى نحل نجمع. طبعا المقام هينزل نفس ما هو، أدي 18، ونجمع 4 زائد 3 7. نجمع 4 زائد 3 7. ده بالنسبة للإيه؟ للبسط. والعدد الصحيح يتجمع مع العدد الصحيح، 8 زائد 3 11. بس وشكرا، مفيش أي حاجة تانية في الدرس. تعال نحل التمارين الذاتية عشان نتأكد من الكلام ده يا أستاذ. هنا التمارين الذاتية صفحة 181. بيقول لي أوجد الناتج في أبسط صورة. أوجد الناتج كل مما يلي في أبسط صورة. هنا لو جبنا المضاعف المشترك الأصغر هنلاقي إن هو إيه؟ 35. فنضرب دي في كام؟ ب5، نضرب دي في 5، نضرب دي ب7، نضرب دي بكام؟ ب7. 5 ضرب 2 10، 5 ضرب 7 35، زائد 1 ضرب 7 7، و5 ضرب 7 35، يساوي 35 تنزل نفس ما هي، ونزيد 10 زائد 7 17. هل الناتج في أبسط صورة؟ أول حاجة في عامل مشترك ما بينهم؟ لأ، والبسط أصغر من المقام فيكون أبسط صورة. طب هنا المضاعف المشترك الأصغر هو 9. لو خدنا 3 و9 هنلاقيه 9. فنضرب دي في كام؟ في 3، ونضرب دي في 3. 3 ضرب 1 3، 3 ضرب 3 9، زائد 1/9 يساوي 9 تنزل نفس ما هي، و3 زائد 1 4. بس تمام يا أستاذ. هنا لو خدنا المضاعف المشترك الأصغر هنلاقيه هو الكم؟ هو 88. يعني نضرب دي في 8، نضرب دي في 8، نضرب دي في 11، ونضرب دي في كام؟ في 11.
5 ضرب 8 40، 8 ضرب 11 88، زائد 3 ضرب 11 33، 8 ضرب 11 88 يساوي، ادي 88 زي ما هي، 40 زائد 33 تبقى 73. تمام تمام يا أستاذ. طب هنا نضرب دي في كام؟ في 4 ونضرب دي في 4. من كتر الحل هتلاقيه خلاص المضاعف المشترك الأصغر صار بالنسبة لك سهل وحفظته. 4 ضرب 3 12، و4 ضرب 4 16، والواحد الصحيح ينزل نفس ما هو، زائد 1 على 16، وهنا مفيش صحيح يبقى هنا 16، ونجمع 12 زائد 1 13، واحد صحيح في هنا صحيح لأ، فينزل نفس ما هو. طب هنا بين 5 و8 المضاعف المشترك الأصغر 40، نضرب دي في كام؟ في 8 ونضرب دي في 8. تمام، نضرب دي في 5 ونضرب دي في 5. 3 ضرب 8 21، و8 ضرب 5 40، وهنا 1 صحيح، زائد 5 ضرب 7 35، 5 ضرب 8 40، وهنا 5 يساوي 40 تنزل نفس ما هي اللي هو المقام، ونزيد 21 زائد 35. تعالى بالراحة، 1 زائد 5 6، 2 زائد 3 كم؟ 5، 2 زائد 3 كم؟ 5، يعني 1 زائد 5 6. تمام تمام يا أستاذ. تعالى بقى نسويه في أبسط صورة. هنا 56 أكبر من 40 صح؟ طب 56 فيها كام 40؟ فيها واحدة، نزيدها على 6 تبقى 7. طيب وأدي 40 زي ما هي، باقي كام من 56؟ 56 أخدت منها 40 يبقى باقي كام؟ 16. تاني 56 فيها كام 40؟ واحدة، زيدها على 6 تبقى كام؟ 7. وال40 المقام نفس ما هو، 56 أخدنا 40 يبقى باقي 16. هل كده أبسط صورة؟ لأ، لأن لسه في عامل مشترك اللي هو الإيه؟ الأربعة. تمام، أو التمانية، يعني ممكن نقسم على الأربعة ونرد كمان نقسم على الإيه؟ على التمانية. فمن البداية نقسم على الكام؟ التمانية اللي هو العامل المشترك الإيه؟ الأكبر. 16 تقسيم 8 2، و40 تقسيم 8 5، والسبعة تنزل. طب هنا المضاعف المشترك الأصغر هو 15، نضرب دي في 5 نضرب دي في 5، نضرب دي في 3 نضرب دي في كام؟ ب3. 5 ضرب 1 5، 5 ضرب 3 15، والصحيح 6 ينزل نفس ما هو. 3 ضرب 3 9، و3 ضرب 5 15، والأربعة الصحيح تنزل نفس ما هي. تمام. طيب هنا تبقى دي كام؟ 15، ونزيد 5 زائد 9 كام؟ 14، و6 زائد 4 10. تعال نكمل الصفحة اللي بعدها. نفس الفكرة ونفس الكلام، مفيش أي اختلاف. هنا 13 و26، المضاعف المشترك الأصغر ليهم هو 26، فنضرب دي ب2 ونضرب دي ب2. 2 ضرب 3 6، 2 ضرب 13 26، والصحيح 12 زي ما هو، زائد هنا 21 على 26، والسبعة صحيح زي ما هي، يساوي 26 تنزل، 6 زائد 21 اللي هو البسط زائد البسط يساوي كام؟ 27. 12 زائد 7 يبقى كام؟ 19. 12 زائد 7 19. هل كده أبسط صورة؟ لأ، لأن البسط أكبر من المقام. 27 فيها كام؟ 26 واحدة، نزيدها على 19 تبقى كام؟ 20. هنا 26، ولما أخدنا منها 26 باقي 1. طب هنا مضاعف المشترك الأصغر بين 9 و6 هو 18، فنضرب دي ب2 ونضرب دي ب2، نضرب دي ب3 ونضرب دي ب3. 2 ضرب 2 4، 2 ضرب 9 18، وأدي 8، زائد 3 ضرب 1 3،
تلاتة ضرب ستة 18 وأدي التلاتة يساوي هنا كام؟ 18. 4 زائد 3 7 و8 زائد 3 11. طب هنا المضاعف المشترك الأصغر بين الأربعة والتمانية والستة هو ال24. جميل. فهنضرب دي في كام؟ في 6، وهنضرب دي في 6، هنضرب دي في 3، وهنضرب دي في 3، هنضرب دي في 4، وهنضرب دي في 4. 6 ضرب 3 18، 6 ضرب 4 24 وأدي الستة اللي هي الصحيح، زائد 3 ضرب 5 15، 3 ضرب 8 24 وأدي الاتنين الصحيح، 4 ضرب 1 4، و4 ضرب 6 24 وأدي الواحد الصحيح، تساوي هنا 24. 18 زائد 15 زائد 4، تعالى بالراحة، 18 زائد 15 33 و4 37. 6 زائد 2 8، 8 زائد 1 9. هل كده أبسط صورة؟ لأ. 37 فيها كم؟ 24 واحدة، نزيدها على 9 تبقى 10، وهنا 24. 37 أخدنا منها 24 يبقى باقي كم؟ 13. تمام؟ تمام يا أستاذ. طب هنا المضاعف المشترك الأصغر بين 12 والستة والتلاتة ايه هو؟ هو 12. فنضرب دي بكام؟ ب2، ونضرب دي ب2، نضرب دي ب4، ونضرب دي ب4، فتبقى دي 9 و7 على 12 نفسها، زائد 2 ضرب 1 2، 2 ضرب 6 12 والاتنين الصحيح، 2 ضرب 4 8، 3 ضرب 4 12. هنا 12. 7 زائد 2 9، 9 زائد 8 17، 9 زائد 2 11 وهنا مفيش صحيح يبقى 11. هنا دي 12. 17 فيها كام؟ 12 واحدة، نزيدها على 11 تبقى 12 ويكون باقي هنا 5. كده الدرس خلص. بالتوفيق يا رب.